عدنا لحضراتكم، ويمكن الحقيقه بنفتخر بجيل شباب كتاب وروائيين، وخاصه لما بنعرف ان سنهم صغير وعندهم اعمال جميله وكبيره، وكمان يمكن متميزه مش بس بعناوينها زي الروايه اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، حب برائحه الدم، للكاتبه الروائيه نورهان الزناتي. نهارك سعيد ونهارك زي الفل ان شاء الله. ميرسي حضرتك، شكرا. قولي لي يعني انا طبعا هتكلم عن القصه والبدايه كانت ازاي والكتابه كانت ازاي، بس لازم اقف عند حب برائحه الدم. هي الصراحه الروايه دي انا يعني تعبت قوي في كتابتها، وكنت محتاره قوي في اسمها لان انا غيرته كذا مره. هي الفكره جات لي بسبب ان هي بتتكلم ان البنت اللي هي البطله هتتجوز واحد من فرد كبير في العصابات. هيبتدي يحصل احداث بينهم كتير قوي، هي هتتجوزه غصب عنها بسبب والدها. بعد كده هتحاول ان هي ما تستسلمش لقدرها، فعايزه تهرب منه او ان هي تتطلق او الكلام ده كله. ففي عصابه تانية اثناء هروبها هتخطفها، هتعذبها عذاب كهربها وتعذبها عذاب بشع جدا. فكل فصل هيبقى هي شويه بتتعذب وهو شويه بيتحط في مشاكل، هو شويه بيتعذب برضو. بعد كده في النهايه خالص هتضطر ان هي خلاص هي ما فيش لا تقتل نفسها لا تقتله، فعلا هتضرب عليه نار. بعد كده هيقرر ان هو خلاص لازم يسيبها، هي خلاص دي النهايه. في اللحظه دي بقى دي يعني في نهايه الفصل من الروايه، لا هيبتدي بقى تحس ان اثناء العذاب واثناء الدم الكتير اللي حصل بينها وبين والدها وبين البطل وبين العصابات اللي حصلت، لا هو كان في حاجات كويسه، هو انقذها، هو عمل حاجات كويسه. كان عنيف، كان شديد، بس لا هتبتدي تعمل حاجات كتير قوي، تعمل مجهود كبير قوي علشان تبتدي ان هي تكسب قلبه، لان خلاص بقى هي ضربت عليه نار، كانت حالته صعبه، كان هيموت. فهي الروايه كلها هو حب بينهم بس هو كله دم. فمن هنا بقى جات لي فكره هي طبعا يعني واخده شويه الطابع او الثقافه الغربيه، وخاصه طبعا اكيد هتبقى تفاصيلها تفاصيلها كتير. هي كمان الروايه يعني معموله ان هي متصوره كلها بره، او مكتوبه ان هم عايشين بره، ما طبعا وان هم مش عرب خالص يعني. قولي لي بقى ايه الاسماء اللي جات لك، غير انت قلتي لي غيرت اسمها اكتر من مره؟ كانت روايه فانتازيا. هي الروايه دي بقى ليها لون شويه رعب. هي بتتكلم ان هيحصل صراع بين الانس وبين الجن، ان مين هيحكم الارض، مين عايز بقى. فطبعا الجن عنده قوات خاصه، فيكاد يكون ان هو اقوى شويه من الانس، بس الانس ربنا هيميزه بحاجات مش عند الجن، طبعا دي هنكتشفها في الروايه. والارض اللي هيحصل عليها الصراعات دي كلها اسمها فانتازيا. حلو قوي. فالانس في الاخر هو اللي هيفوز على الجن، يعني هو اللي هيحكم الارض. طبعا شوقتيني جدا ان انا اتفرج على هذا الصراع الوجودي والابدي. لكن خليني اسالك، هرجع للروايات، بس خليني اسالك البدايه جت ازاي؟ انا اول ما شفتك كنت متوقعه ان سنك اكبر، لكن انت بسم الله ما شاء الله يعني سنك صغير على عدد الروايات او كم الروايات. قولي لي البدايه جت ازاي؟ كتبتي ازاي؟ هي من وانا صغيره كنت بحب شويه ان انا اقرا كتير، بس انا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اكتب نهائي. بعد كده في اولى جامعه اتعرفت على بنت، اتعرفت عليها يوم. كان في روايه ساعتها منشوره كان اسمها هبته، كانت عامله ضجه كبيره. بقول لها انا بفكر اشتري الروايه، قالت لي لا خدي اقرايها. اديتها لي فعلا، عجبتني جدا، وقلت خلاص انا بفكر بعدين ممكن ابقى اشتري روايه في وقت فراغي. البنت قالت لي لا انا هديها لك، بس اوعديني وعد ان انت ما تبطليش قراءه نهائي. هي من كتر ما هي اوبسيسد بالقراءه، فهي عايزه الناس كلها تقرا. في السنه دي انا كسرت مثلا ال 150 روايه وكتاب والله عظيم. كنا متخيلين ان التكنولوجيا هتضيع الجيل ده، لكن الحمد لله يعني اقبالكم على الكتب والقراءه كانت عظيمه، ومعارض الكتاب خير دليل يعني. دي حقيقه. قريتي 150 روايه في سنه. بعدها حسيت ذاكرتي امتى طيب؟ انا الحمد لله يعني كنت بطلع بتقديرات امتياز برضو، يعني ما كنتش ان انا بكسر في انت تخصص دراستك ايه؟ دراستي في كليه تجاره جامعه القاهره. برضو التجاره عكس القراءه والروايات خالص، يعني ليها شغلها بالظبط، مش اداب يعني فهتساعدك. لا ده انت بعيده لا لا خالص. برافو عليكي. وبعد ال 150 بعدها حسيت ان انا عايزه اكتب،
فكتبت روايه كانت صدفه غيرت قدري، عرضتها على السوشيال ميديا، لاني اكيد انا مش في بدايتي مش هي دي الصدفه اللي غيرت قدرك؟ القرايه. دي اللي هي ان انا قابلت البنت، فهي ادتني كتاب فقالت لي اوعديني ان انت هتفضلي تقراي، فانا حسيت ان الوعد كبير فقرات 150 كتاب في السنه دي. بعدها حسيت ان انا عايزه اكتب، فكتبت صدفه غيرت قدري، عرضتها على السوشيال ميديا، جابت حوالي 100,000. فحسيت ان انا عايزه اكتب روايه تانية، كتبت روايه تانية كسرت ال 200,000. بعدها كتبت جهار، كتبت عروسه خشب، كتبت الجنون بدايه العشق. ابتديت ان انا اكتب يعني حوالي مثلا 4 سنين على السوشيال ميديا او 3 سنين. الحمد لله كان في تفاعل كبير. بعدها بقى حسيت ان انا لا، انا عايزه اشارك في المعرض، فكتبت سانتازيا كانت لون رعب. والسنه اللي فاتت بقى كتبت اللي هي حب برائحه الدم، وكانت برده مشاركه في معرض 25. حلو قوي. يعني عايزه اقول لك ان كمان الرعب ليه اقبال كبير جدا. الروايه دي لفت العالم، يعني راحت دول انا ما رحتهاش الصراحه. حقيقي؟ راحت المانيا وكندا وراحت اترجمت يعني. فلا يعني هي لفت وعملت، كانت هي اكثر الكتب مبيعا يعني في 2023 الحمد لله. لا وانا وعد كمان ان انا هقراها اكيد. كلميني بقى عن باقي يعني تفصيلا عن باقي الروايات. احنا قلنا صدفه غيرت قدري، تمام، وسانتازيا اتكلمنا عنها. جهار ايه؟ جهار بتتكلم ان كل واحد فينا عايز يوصل للاكتمال. هو عايز الجمال وعايز الفلوس وعايز الشغل وعايز الشهرة وعايز كل حاجة. فهي بيتكلم ان البطلة عايزة كل حاجة في الحياة او عايزة تحقق كل حاجة، فهتبتدي ان هي تمر ب4 تجارب. جهار ده اصلا معناه رقم 4 بالفارسي. فهتبتدي ان هي تمر ب4 تجارب، بس بشرط ان كل تجربة هي هتمر بيها هي مثلا عايزة الشهرة، لو هي فشلت في التجربة هتخسر قدامها حاجة. هي عايزة الجمال، فشلت في التجربة هتخسر قدامها حاجة. هي فعلا هتفشل في كل التجارب، وبعد كده هيبقى عندها احساس بالرضا، اني لا انا كان عندي كتير قوي انا ما كنتش شايفاه. طبعا ربنا كان مديني نعم كتير قوي ما كنتش شايفاها. الافكار بتجيلك ازاي بقى؟ قولي لي. الوحي طبعا، وده انا عارفه ان هو من اصعب ما يكون للروائيين. قولي لي بتكتبي ازاي، او الفكره بتجيلك ازاي، والكتابه بتاخد منك وقت قد ايه؟ يعني هي الكتابه بتاخد، هو كل كتابه بتكون على حسب الكتاب مثلا عدده هيبقى قد ايه او فصوله قد ايه. الافكار بتجيلي ازاي؟ ان انا ببقى مصممه. معانا هو جهار. ان انا ببقى مصممه ان كل كتاب انا اكتبه يبقى مختلف عن الكتاب التاني، يبقى حاجه انا حاساها وفيها رساله. يعني لازم كل كتاب انا اكون كاتباه يبقى فيه رساله للي قدامي، اني مثلا زي جهار لا انت لازم ترضى بالنعم اللي قدامك طبعا. لازم تبقى شايف ان الحاجات اللي عندك هي مش عند غيرك. فدي رساله لكل حد. رساله مثلا سانتازيا ان ربنا فضل الانسان. بالظبط. وان فعلا اصلا كان في فعلا ان حروب كتير قوي بين الجن زمان قبل ما الانسان ما يجي على الارض، عشان كده ربنا عاقبهم ان هم ما يبقوش على الارض. هو حاسس ان هم مش هيبقوا يعني ما عندهمش المسؤوليه الكافيه ان هم يبقوا على الارض. الكفر حلو قوي. يعني الغلاف رائع يعني. أيوه. حلو. دي لازم اقراها. باذن الله. وطبعا دول كلهم موجودين على البيج عندي على الفيسبوك، اللي هي صفحه اسمها روايات وقصص نورهان الزناتي. حلو قوي. طيب في كمان قلتي لي قصه تانية، روايه تانية معلش نتذكرها. حب او عشق. الجنون بدايه العشق. ايوه. ايه بقى؟ هي بتتكلم ان هي البنت هي عندها مرض نفسي، فهي الرساله برضو ان عادي ان يبقى في ناس عندها مشاكل نفسيه، ان كلنا برضو عندنا مشاكل نفسيه بس بنسب متفاوته، وان هي علشان هيكون عندها مرض نفسي فده اشبه بالجنون. يعني هيبتدي الدكتور بتاعها ان هو يخرجها من اللي هي فيه، فوسط ما هو ما بيخرجها هيبتدوا ان هم يحبوا بعض. هتبقى هي كويسه جدا، هتبقى بصحة سليمة جدا جدا جدا. فهو الجنون او المرض النفسي ده كان سبب ان هم يعشقوا بعض، وان هم الاثنين هيعملوا حاجات كتير جدا هيفيدوا بيها الناس، هيفيدوا بيها الناس اللي هيبقى عندها مشاكل. هتبتدي ان هي بقى تقول نصايح للناس ان هي ازاي تتعداها، وان هي
ما تقفش يعني عند الحته دي. النهايه بتاعتها ايه؟ لا النهايه ان زي ما بقول لحضرتك ان هي هتدي بعد كده رسائل كتير للناس اللي هي كانت في حالات شبهها وهيتجوزوا، يعني نهايه سعيده. نهايه سعيده ده بمناسبه ان عيد الحب كده. طيب نتمنى يا رب ان الروايات كلها تبقى نهايات سعيده، وخاصه الروايات الرومانسيه. ايوه. طيب يمكن خليني ارجع تاني لحب برائحه الدم، وهو يعني كانت اخر روايه ليكي وكنتي مشاركه فيها في معرض 2025. احكي لي كواليس بقى يعني المعرض ومشاركتك في معرض الكتاب. الصراحه لا كان المعرض يعني لا كان حلو قوي قوي قوي. انا بنصح كل الناس باختلاف اعمارهم ان هم يروحوا حتى لو مش هيشتروا. برضو الغلاف. المعرض كان منظم جدا، كان في حفلات، كان في معارض استعراضيه. كان طبعا في زحمه شويه في الكلام ده كله، بس لا كانت الاجواء لذيذه جدا. انا ذات نفسي ببقى مبسوطه وانا واقفه مثلا الاقي ناس طبعا بتيجي تتصور معايا، تيجي امضي لها اقول كلمه. في كذا جريده جت صورت معايا برضو، كنت بشرح اكتر عن الروايه، فدي كلها الصراحه بتبقى حاجات يعني بسطاني قوي من جوه. حلو قوي. هل متوقعه ان حب برائحه الدم يعني تروح دول تانية زي سنتازيا، ولا سنتازيا عشان كان ليها طبيعة مختلفة؟ لا متوقعة، يعني دي البلان اللي جاية ان شاء الله السنة دي. لا هتروح، هي راحت كذا دولة عربية، يعني راحت السعودية وراحت الامارات، ما راحتش يوروب نهائي. بس لا انا ان شاء الله السنة دي لا انا متوقعة ان هي تروح بقى يوروب او اسيا او كده. عظيم. قولي لي مين بقى، يعني احنا اتكلمنا عن الصدفة اللي غيرت قدرك و150، لكن عايزة اعرف امتى قررتي ان انا هكتب وانا شايفة ان انا بعمل حاجة كويسة ومتميزة، وافكارك الحقيقة هي اوت اوف بوكس، يعني خارج الصندوق. الافكار بتجيلك ازاي ومين اللي بيدعمك؟ يعني احكي لي كواليس نورهان. الصراحة اسرتي كلها بتدعمني، يعني والدي ووالدتي واخواتي لا كلهم بيدعموني جدا. وكلهم كانوا بيحفزوني. يعني انا والدتي كانت بتقعد معايا تقعد تختار معايا الاسماء، اقول لها اسمك، تقول لي لا مش حاساه مش معبر، طب نفكر في اسم تاني، ونقعد ايام نفكر في اسم الروايه. زمايلي برضو كانوا لا يا نورهان الحاجه دي انت كتبتيها، لا الحاجه دي حلوه لونها لذيذ، الكلام ده كله. فكل صراحه الناس اللي كانوا جنبي لا كانوا بيدوني دعم نفسي قوي 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 قوي. الافكار بتجيلي ازاي؟ هو سبحان الله هو فكره بتجيلي ببتدي ان انا اكتب الخطوط العريضه. هل موقف بتتعرضي له في الحياه اليوميه ممكن يكون قصه قريتيها بتلهمك قصه جديده او فكره لا جديده؟ رسائل، يعني انا ببقى عايزه ادي مثلا رساله للناس عن حاجه معينه، فابتدي ان انا افكر طب ازاي فاكتبها في روايه ان هي تبقى بتوصل لهم الرساله بطريقه لذيذه، وما يبقاش بطريقه مثلا يعني هما بيقراوا حاجه وفي الاول وفي الاخر ان هما برضو بيستفيدوا منها. فاقعد كل روايه افكر ايه الرساله اللي انا عايزه اديها يعني انت بتبتدي بالرساله الاول بعد كده تلاقي لها فكره. بالظبط. حلو قوي. طيب الروايه بتاخد منك وقت قد ايه مثلا؟ يعني ممكن تاخد معايا مثلا 6-7 شهور 8 شهور على حسب حجم الروايه. يعني كل ما حجمها ما كبر كل ما هي ما الوقت زاد، لان انا بكتبها بعد كده بقراها كذا مره طبعا علشان اعمل تصحيح املائي ليها. وبعدين بقعد افكر فتره، يعني ممكن اسبوع او اكتر في اسم الروايه. فكل ده بياخد وقت. وفي حاجات بتحتاجي ليها بحث، يعني فكره وجود الجن على الارض بالزبط. قبل ده محتاجه انك تدوري وتعملي بحث، برضو الكتابه مش سهله. بالظبط. طيب هنرجع للروايات تاني وعروسه خشب. نتكلم عن عروسه خشب لان احنا ما اتكلمناش عنها. كلميني عنها، الفكره جت ازاي والرساله منها؟ تمام. الفتره دي انا كنت حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه تبقى شويه يعني مستوحاه من احداث حقيقيه. فانا كنت قرات قبل كده ان كان في واحد كان طبيب بيعالج المرضى وكده، فهو شاف بنت مريضه حبها جدا، بس هي كان عندها مرض صعب قوي، فهي هتتوفى، هي مش هتقدر ان هي يعني مش هيقدر ان هو يشفيها. هو مش هيبقى متقبل فكره ان هي ما بقتش موجوده، هو يبقى عنده حاله انكار لده. حبا فيها ولا فشل؟ لا يعني حبا فيها. لا حبا فيها. فهيبتدي ان هو يعمل عمليه تحنيط زي ايام الفراعنه لما كانوا بيحنطوا الجثمان. فيبتدي ان هو يتعلم التحنيط
وان هو يعمل كده عشان هي تفضل عايشه معاه. وبعد سنين كتير قوي هيكتشفوا ان هي معاه، وان الكلام ده طبعا هيتسجن وهيعاقب يعني على ان دي جريمه طبعا. ولكن هو بيدي رساله ان ساعات الحب بيقدر ان هو يخلينا مهما كنا احنا ناس متعلمه ومثقفه وعندنا علم كبير جدا، بس ممكن يوصلنا لمرحله ان لا، احنا مش مفيش منطق، مفيش ادراك، مفيش حاجه للي احنا بنعمله، فممكن نعمل اي حاجه بس حقيقي. تخلي ان الشخص اللي احنا بنحبه ده جنبنا. اكيد، حتى لو كان فعلا واحنا عارفين ان هو مش موجود، بالظبط. لكن فكره في حاجه منه موجوده، فكره بالظبط. عظيمه برضو. يعني فكره حلوه جدا. قولي لي الافكار اللي ممكن تشتغلي عليها الفتره اللي جايه، وايه اكتر، هكلمك خلاص انا فهمت اللاين بتاع، يعني ايه اكتر الرسائل اللي انت محتاجه توصليها للناس بروايات جديده؟ والحقيقه انت موفقه جدا في اختيار العناوين. ميرسي، شكرا. انا دلوقتي عايزه اعمل حاجه شعبيه، تبقى ان هي بتخاطب المناطق الشعبيه، مثلا بتخاطب يعني تعرفنا اكتر ان قد ايه الناس دي بتبقى جدعان، قد ايه الناس دي بيبقى عندها اصول، قد ايه الناس دي بيبقى عندها كلمه سيف، هي الكلمه عندهم عقد. ان قد ايه البنات اللي موجوده في المناطق الشعبيه بنات جدعان جدا، بنات بيقفوا جدا جدا جنب رجالهم، بنات بتعمل كل اللي هي قادره عليه علشان تطلع ولادها دكاتره ومهندسين. فانا دلوقتي عايزه ان انا اعمل لون يكون بيحاكي شويه المناطق الشعبيه اللي احنا فيها. حلو. برضو في نطاق برضو بطل وبطله واحداث بينهم وكل الكلام ده كله. انت محتاجه تنزلي بقى يعني مواقف معينه. وطبعا الاماكن الشعبيه في مصر جميله وعظيمه جدا. طبعا، وليها تراث وليها عريق، وممكن تطلعي بكم قصص مش طبيعيه. بالظبط، حقيقي يعني. فده اللي انا بشتغل عليه دلوقتي. ايه من رواياتك ممكن يتحول لمسلسل درامي او فيلم مثلا؟ يعني انا اتمنى ان هو يبقى الحب برائحة الدم، لان بجد احداثها مشوقة قوي، وانا ما قراتهاش في اي كتاب قبل كده. يعني انا قرات عدد كبير قوي من الروايات، بس لا، انا كاتبه فيها حاجات حاسه اني ما شفتهاش قبل كده في فيلم، او ما شفتهاش قبل كده في كتاب او في روايه او كده. فنفسي قوي الروايه دي تطلع للناس بطريقه، يعني طريقه حقيقيه، مش مجرد. انا بقى شايفه ان كمان ممكن سانتازيا، ممكن يبقى فيلم جديد رائع، خاصه ان احنا شفنا اعمال مؤخرا مصريه بتتكلم عن حاجات ما وراء الطبيعه والحاجات الغريبه، يعني بالزبط. ممكن يبقى جميل كمان. واخده خطوه فيها ولا لا لسه؟ طب فكرتي تبتدي تاخدي او تكتبي سيناريو؟ يعني ان واضح ان انت لغه الحوار في القصص والروايات كبيره جدا. هل فكرتي ان انت تدخلي ورشه عمل او ورشه كتابه سيناريو؟ دي البلان اللي جايه ان شاء الله. يعني هبتدي ان انا بقى اشتغل شويه، ان انا اطور من نفسي شويه في حته ان انا ازاي اكتب سيناريو، ازاي اكتب سكريبت، ازاي اكتب الحاجات دي كلها. فدي ان شاء الله يعني البلان اللي جايه ليا، ان انا ابتدي ان انا يعني انا حاسه ان انا تمام، انا بقيت عارفه شويه اكتب روايات، بقيت شويه متمكنه من الكتابه، من الالفاظ، من الكلام ده كله. ابتدي بقى ان انا اشوف السكريبت بيتكتب ازاي، السيناريو بيتكتب ازاي. فده طبعا ده هيبقى محتاج ورش، محتاج ان انا ابقى اتفرج على فيديوز، اتعلم الكلام ده كله. فدي البلان اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. لو قلتي لي انت نوران بتشتغل على نفسها ازاي؟ يعني انا عشان اطلع عمل بشكل جيد ويسمع، بتشتغلي على نفسك ازاي طول الوقت؟ بقرا كتير جدا لناس كتاب كبار، بسمع فيديوز. بتحبي تقري لمين بقى؟ لازم اسالك. يعني بحب اقرا مثلا اكيد احسن عبد القدوس. احسن عبد القدوس طبعا. نجيب محفوظ، محمد صادق، احمد خالد توفيق. طبعا الله يرحمه. فلا بحب اقرا لالوان كتيره، وبحب اقرا لشباب برضو. يعني بحب اقرا مثلا لساندرا سراج، لمنال سالم. لو الرعب يبقى احمد مراد. احمد مراد طبعا ده يعني التوب طبعا في الرعب. فلا يعني بحب اقرا للناس قديمه والناس جديده علشان اعمل ميكس، يعني ما بقاش انا ولا قديمه قوي ولا جديده قوي. وطبعا بتفرج بقى على فيديوهات كتير قوي، زي مثلا ان انا ازاي اكتب، طب ازاي انسق الكلام، طب اعمل الروايه باللغه العاميه ولا بالفصحى ولا ميكس بينهم. يعني النقطه دي انا بحب اسال فيها دايما.
هل الرواية هي اللي بتجبرك على اللغة؟ يعني هل دي بتبقى لازم تبقى عامية ودي لازم تبقى فصحى، والميكس بينهم بيبقى صعب كده؟ بيبقى صعب جدا يعني يعني انا كانت بالنسبه لي ان انا حبيت ان انا اكتب بالثلاث اشكال. يعني كتبت عاميه، كتبت روايات عاميه، كتبت روايات ميكس، كتبت روايات فصحى صريحه من A to Z. امتى بتقرري ان الروايه دي لازم تبقى فصحى؟ روايه على حسب لون الروايه. يعني هي مثلا لو روايه بتخاطب شويه شباب صغير او الناس اللي هي في سن المراهقه، بحس ان هي لا تبقى عاميه لا تبقى ان هي ميكس، فصحى وعاميه الاثنين يعني مع بعض. حب برائحه الدم كاتباها ايه؟ فصحى. فصحى وسنتازي اكيد فصحى. فصحى برضه. طيب ايه اللي كاتباه بالعاميه؟ العاميه كانت مثلا صدفه غيرت قدري. الميكس كانت عروسه خشب. عروسه خشب توقعت. فدول يعني حبيت ان انا انوع. طبعا لو هنكتب روايه عن ولاد البلد او يعني الاماكن الشعبيه كده تبقى عاميه. ايوه لان الكلام تعبيراتهم مختلفه طبعا. بالظبط. حلم نورهان الكاتبه والروائيه، انت بتشتغلي يا نورهان صح؟ بشتغل شغلك برضو بعيد عن التخصص؟ بعيد خالص، يعني بعيد كل البعد. انا شغاله في الضرايب في شركه انترناشونال. طيب بتوفقي ازاي؟ يعني بكتب يعني مثلا قبل شغلي بروح بدري قبل الشغل بنص ساعه علشان اكتب. بتروحي قبل ميعاد الشغل؟ بروح قبل ميعاد الشغل بنص ساعه علشان اكتب فيه. بعد ما بروح بشوف البيت الكلام ده كله، لازم اخصص من يومي ساعتين 3 في اليوم عشان اكتب. لو الطريق طويل شويه اكتب فيه. يعني راحه مثلا خروجه الطريق. انت كده هتبوظي لي الصوره الذهنيه عن الكتابه وعن الكاتب. لازم يبقى في جو. بس انا بستمتع بالكتابه. يعني انا لما حتى ببقى زهقانه او في مود مش حلو، الكتابه هي اللي بتخرجني من المود ده. فده بالنسبه لي متعه. يعني انا مش اللي هو انا في هيدك او في شغل. اي ده جميل. يعني قصدك انت بتهربي للكتابه في كل حالاتك. بالظبط. يعني هي بتخليني في مود احلى، في مود اعتقد كده بتبتدي بيها يومك وبتختمي بيها بالظبط. لا ده انت عاشقه جدا. يعني هي مش مجرد بس هوايه يعني. لا جدا، يعني انا بحبها. ولما مثلا برضو ببقى اللي هو انا متضايقه اروح اجيب كتاب اقراه، اشوف كتاب على النت اقراه. قريتي كام روايه لحد دلوقتي تقريبا؟ يعني غير السنه بتاعت ال 150. انا ما بقتش، يعني انا من بعد بطلتي تعدي من بعد ال 300 او 400 خلاص انا ما بقتش اعد يعني خلاص يعني انت اصل انا عندي مشكله ان انا ليه ما بقدرش امسك كتاب، لاني مهما كان عدد صفحاته انا لازم اخلصه. يعني ما بقدرش اقرا صفحتين واسيبه كل ما فدي عندي مشكله. هل عندك نفس القصه ان انت لازم تمسكي كتاب تخلصيه؟ طبعا. يعني لازم اخلص. يعني مثلا لو الكتاب 300 صفحه انا ممكن اقراه في يومين 3 بكتير. في كتاب انا قراته ده كان اطول كتاب قراته، كان حوالي 1100 صفحه او 1200 صفحه. ده كان بالنسبه لي ممل بقى. حصل اكيد معاكي ان انت قعدتي تقري او تكتبي وفوجئتي ان خلاص فاضل ساعتين على الشغل صح؟ حصل انت اكيد معاكي. اتصرفتي ازاي وقتها؟ حصل ساعتين، ناقص ساعتين يعني والشغل. خلاص. ما هو دايما الكتابه والقرايه ممكن تسرق الوقت بشكل كبير. انت بتندمجي مع القصه وتلاقي خلاص ده الصبح بيطلع قهوه بقى. قهوه بقى قهوه ونطبق علشان نكمل اليوم. حلم نورهان بقى، حلم نورهان الفتره اللي جايه ايه؟ انا الصراحه كان حلمي ان انا اجي في التلفزيون وان انا اعبر عن كل نورتي مسبيرو. ربنا يخليكي. وان انا اعبر عن الروايات اللي انا كتبتها، ان انا اوصل للناس ان كل روايه انت هتستفيد منها. حلمي القادم بقى ان شاء الله ان اي روايه منهم تدخل في اي عمل فني، مسلسل او فيلم او اي عمل فني كفكره حتى. يعني مش لازم الاحداث بالظبط كلها، بس كفكره او كرساله. يا ريت تشتغلي على ده. حقيقه الروايات انت تعبانه فيها جدا وعناوينها. يعني عايزه اقول لك ان هكلمك بلغه الانتاج يعني او السوق. ممكن تبيع كويس، يعني ممكن تشتغل وتبيع كويس، وخاصه طبعا حب برائحه الدم. يعني هي عايز كتب سيناريو رائع وهتبقى عمل عظيم يعني. بالظبط. يعني ده حلمك اني ده حلمي الاكبر يعني. ده اول لقاء تلفزيوني ليكي. احنا سعداء جدا. انا اسعد ان احنا يعني في نهارك سعيد ونايل لايف. انا اسعد والله. واول لقاء كان في هذا المبنى العريق
التلفزيون المصري. طبعا طبعا انا بحب اسميه طبعا. ذاكره الامه العربيه طبعا. زي ما كان اسمه طبعا. التلفزيون العربي اول ما بدا. طبعا. فاحنا يعني احنا مبسوطين بيكي قوي. وانا مبسوطه اكتر، وحقيقي بشكركم ان انتوا كنتوا يعني حققتوا اول حلم في احلامي في عالم الكتابه والقراءه وكده. عظيم. فبجد شكرا جدا لحضرتك، وانا استمتعت جدا باللقاء. قبل ما اختم معاكي قولي لي نصيحه للشباب، الكاميرا معاكي. تمام. نصيحه للشباب اللي ممكن يكونوا عندهم الهوايه دي وخايفين ياخدوا الخطوه، او ليه الشباب اللي مضيعين وقتهم للاسف على الابس بتاعت السوشيال ميديا وما بيقروش وما بيفكروش ان يزودوا ثقافتهم بشكل كبير، تقولي لهم ايه؟ احب اقول لهم ان فعلا القراءه بتغذي الروح طبعا 100%، وان انت كل ما بتقرا اكتر كل ما انت ما بتستفيد حاجات انت ما كنتش متخيل انت تستفيدها. شخصيتك بتتطور، لغتك بتتطور، طريقه تفكيرك، طريقه كلامك مع الناس، طريقه قراءتك للناس، فكل الكلام ده بيتطور معاك مع الوقت. أيه. وجرب المشكله، نزل مثلا بوست او نزل فصل او نزل، ابتدي على السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا دلوقتي بقت سريعه جدا في ان هي توصل الحاجه للناس. بالظبط. فايه المشكله؟ جرب، حتى لو انت ما لقيتش حاجه، ما لقيتش مثلا يعني فيو عالي او ما لقيتش الكلام ده كله، خليك مؤمن ان انت هتبقى كويس، ان انت هتنجح، وربنا بعد كده هيوفقك في الاخر. اكيد. يعني اسعى وربنا هيوفقك. اكيد. وانا بضم صوتي لصوتك يا نورهان، واتمنى اشوف شباب مصر كله وبناتها كده زيك. وطبعا في نماذج كتير ما نقدرش ننكر، لكن طبعا في سنك الصغير يعني بتمنى يا رب اشوفهم احسن شباب في الدنيا واحسن بنات في الدنيا باذن الله. بشكرك، نورتينا جدا. وعيد حب سعيد طبعا لسه، بما ان كل رواياتك اغلبها فيها طابع رومانسي وفيها حب، فعيد حب سعيد. يا رب تكون حياتك سعيده وجميله، ونتمنى لك تحقيق كل احلامك، واحنا فخورين ان احنا كنا اول والله. انا مبسوطه جدا ان انا شاركت اللقاء ده، وفخوره جدا ان انا جيت في برنامج جميل قوي زي ده وفي مبنى عريق زي ده. وانا فخوره شكرا جدا لحضرتك. بشكرك الكاتبه والروائيه نورهان الزناتي، بشكرك لوجودك معانا. ومشاهدينا لسه فقراتنا مكمله مع حضراتكم، خليكم معنا وتابعونا.